يا صباح الفل، يا صباح النرجس، يا صباح الياسمين. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده كان كابس عليا النوم بطريقة علشان كنت سهرت، فنفسي انام. وبعدين لقيت بنتي رايحة الامتحان وبتقولي يا ماما انا دايخة. فدايخة طبعا، اعصابي تعبت. قلت لا، مع السلامة يا نو. ورحت قايمة كده اتنشطت وقلت لا، لازم اروح معاها. رحت وديتها لغاية الكلية، وبعدين ايه، جيت انا على المنشية. المنشية بقى مكان بنتجمع فيه كلنا في اسكندرية. يعني اللي عايز تجارة جملة، هي المنطقة كده اللي عايز تجارة جملة موجود. تجارة الجملة لو مثلا بيتاجر، اللي عايز يشتري ملابس، الملابس موجودة. عايزين تشتروا، بصوا، اكسسوارات، حاجات، لو فرش بيت، جهاز عروسة، بصوا كل ما تتخيلوه. ساعات حائط، أحذية، لبس خروج، لبس بيت، كل حاجة صراحة يعني موجودة في المنشية. وهو طبعا مكان جميل قوي، مكان على البحر. فأنا رحت كنت محتاجة، مضيعة النضارة بتاعتي، فرحت أشتري نضارة تانية. المهم بقى، فعملت فيها بقى ان انا مصور. انا عايزاكم تقولولي ايه رأيكم في التصوير بتاعي، اصور تاني ولا ها كفاية حرام؟ المهم بعد ما اشتريت النضارة وصورت شوية من الجنينة اللي موجودة، طلعت على البحر علشان اصور لكم من هنا. انا بقى كنت اتمنى ان انا يعني اعدي الشارع واروح على البحر، بس قلت لازم اصور الاول من هنا. شوفوا بقى، ده مكان تجمع، يعني لو الصورة مش واضحة كويس، فهو نظرا لاني طبعا بتعلم التصوير وفي كاميرات بتبقى بروفيشنال، فالتصوير بيبقى افضل. انا مش عارفه هو تليفوني بروفيشنال ولا لا. هو عامه ماركه ايه، اللي هي مش يعني، وسط حلو، ماشي حلو يعني، قشطه. المهم هنا بقى ايه، المكان المميز اللي احنا نعرف بيه ان احنا في المنشيه ولا لا، هو المكان ده اعتقد انه اسمه النصب التذكاري، يعني على اعتقد. ايه رأيكم في التصوير الاول؟ وايه رأيكم في المكان؟ شوفوا بقى، شوفوا المكان وروعته. انا كنت الصبح كده يعني، فكان في حدود الساعة 10:30 الصورة دي. ها، شوفوا، ايه رأيكم؟ اول ما تشوفوا المكان ده خلاص اعرفوا ان انتوا في المنشية. ايوه ايوه، ادعوا للمصور، يعني تعبتوا معايا قوي. شوفوا بقى الجمال. وبعدين بقى ايه، حاولت ان انا اخد يعني صور اكبر كده. ها، يا رب تعجبكم اسكندرية. واتمنى ان انا يعني اتقدم في حتة التصوير واجيب لكم المناطق اللي نفسكم تشوفوها، علشان حتى لما تيجوا ما تبقوش يعني ايه، الانسان لما يبقى رايح مكان لاول مرة بيبقى تايه فيه. لكن على العموم اسكندرية ما تتوهش، مواصلاتها سهلة جدا، بلد مريحة، شعبها شعب مجتهد وشعب جميل جدا. دي انا طبعا عارفينها.
بالنسبة يعني للملاحظات اللي أنا لاحظتها على اسكندرية لما جيت، إن كل واحد بيشتغل ملوش دعوة بالتاني وما بيتحركش أبدا من وظيفته. يعني ما فيش حاجة اسمها إن أنا أمشي أبيع شاي في الشارع، ده حاجة، لا بالعكس، متشرف جدا وأهله وأولاده متشرفين بيه. بيقف الإنسان اللي بيتاجر تجارة بسيطة جنب المحلات الكبيرة والمولات، ما بي يعني ما فيش حد بينتقص من حق التاني، كل الاحترام والأدب. كذلك مثلا ماشيين، ده مسلم وده مش مسلم، محدش له دعوة بالتاني. طيب برضو اللي لابسة أخت منقبة، أهلا وسهلا لابسة، واللي لابس لبس تاني برضو الدنيا ماشية. محدش عارفين متعقب التاني، ان يقول ده دخل ايه، ده جاب ايه، ده ما جابش ايه، ده عنده ده ما عندوش. لا 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 لا، نهائي نهائي، كل واحد في حاله. وكده بيختلف عن الريف. صحيح ان الريف بيتفوق على الحضر في انه هو ايه، الريف فيه تآزر، فيه الناس عارفة بعضها، الناس معظمها قرايب، فبيجروا لو حصل اي حاجة، عارفين البيوت جواها ايه. انما احنا في الحضر، لا احنا عارفين ان الحضر ايه بقى موجود في كل دولة، وتحس ان ايه التلاحم قليل، الا في الشارع بقى. يعني لو حد وقع في الشارع، حد صراحة قلوب طيبة، كله بيجري يشيله، واللي يجيب له كرسي، واللي جري يوديه للدكتور. يعني الحاجات دي ايه، موجودة في اسكندرية. فانا اكتر حاجة عجباني فيها ان الانسان بيبقى فري براحته، ما حدش له دعوة بيه، ما حدش بيتدخل في شؤونه اطلاقا. لبس ايه بتاعته، كل ايه حاجة خاصة بيه، واقف على محل بسيط زي واقف على محل كبير. فانا هنا بقى ايه، انا وانا جايه لبنتي بقى خلاص، احنا رحنا للمول اللي هي عايزاه، كانت عايزه منه طلب، جبنا الطلب طبعا، ونسيتش اني اصور. وبعدين واحنا خارجين من المول وخلصنا المشوار ورايحين ناحية البحر عشان نركب، فلاحظت ان معظم في الشارع اللي انا جاية منه ده، لاحظت ان معظم المحلات مكتوب محل كذا سوريا، محل كذا سوريا. طب قلت لها ده باين علينا احنا كده، يعني احنا في شارع سوريا. قالت يا ماما ده شارع سوريا، ايوه ده خلص، يعني انت عرفتي بعد ما خلصناه كده. فقلت لها اصلا انا اعرف ان في شارع في اسكندريه، في شوارع باسماء الدول العربيه، في سوريا واعتقد في لبنان وفي اسماء كتير. بس عشان انا اساسا مش من اسكندريه، انا جايه يعني عليها بقالي حوالي 10 سنين ولا حاجه. بس طبعا لانها مدينه كبيره مش اللي تتلفف يعني وتعرف بسهوله بالنسبه لي انا يعني. ممكن بالنسبة للشباب انتوا لا تعرفوا. آه، بس فاحنا بقى ايه عايزين نروح البيت، فلازم نمشي. ركبنا الباص والاتوبيس مكيف، اتوبيس نظيف قوي وسعره مش عالي. وقلت افرجكوا على على الطريق. وكنت اتمنى اني كنت ابقى شطورة في التصوير، او الكاميرا بتاعتي بروفيشنال. ها احنا ماشيين بقى، يلا اجري يا عربية، اجري اجري. هنعدي دلوقتي على مناطق حلوة قوي.
أرجو إن يكون عجبكم التصوير، عجبتكم المدينة، اقروا عنها كتير. أنا حاولت إني أقرا عن اسكندرية وأعد بيها يعني تقرير عن اللي أنا قريته. لقيت تاريخ اسكندرية يا جماعة عميق. ده سان ستيفانو من بعيد. انتوا تجيبوا ايه على النت كده وتكتبوا سان ستيفانو وهيجيب لكم صورة المكان. روعة روعة. المبنى فوق الخيال صراحة. هو سان ستيفانو يعتبر زي فندق ومول كبير، وطبعا تحته محلات من المحلات العالمية اللي لا داعي لذكرها، يعني لذكر أسمائها. بس أنا كنت قاعدة في الأتوبيس من ناحية البحر، فمرة تانية أبقى من ناحية الكافيهات اللي على البحر والعمارات، وإن شاء الله أصورها لحبايبي. بصوا البحر بقى، يا ريتني كنت مقربة شوية. هنا بقى احنا ده جليم باي. جليم باي ده مكان من اللي بيروحوا يعني يتفسحوا فيه. انا رحت طبعا كذا مرة. جليم باي ده مجموعة كافيهات، لسان كده جوه البحر. وفيه الكافيهات دور ارضي، الدور الاولاني والدور التاني، جنبه شواطئ حلوة. احنا هنا بقى فين؟ عند سان ستيفانو، عند الإشارة بتاعت سان ستيفانو. طبعا سان ستيفانو في الظهر في الناحية التانية. زي ما اتفقنا تفتحوا النت وتذكروا الاسم كده، وهيوريكوا ايه المكان، وانتوا هتقولوا ماما ربوعة معاها حق على الجمال. طبعا التصوير هيجيلكوا كله تصوير اعلى من التصوير بتاعي، بس ان شاء الله دي بداية. شوفوا المكان وراه البحر على طول. هو المكان ده او كذا مكان، بس اللي موجود اشجاره وبعدين البحر. غير كده البحر على طول على الشارع، هيبتدي يبان اهو. هنا بقى ستانلي، منطقة ستانلي او شاطئ ستانلي، كوبري ستانلي. روعة فوق الخيال. انا ما لحقتش، لقيت الاتوبيس عدى بسرعة كده وانا ما لحقتش افتح التليفون اصور. فالمكان ده تحته شاطئ كده، وهو حلو حلو حلو، ومن العلامات المميزة لاسكندرية. طبعا اسكندرية احنا عارفين ان هو ميناء كبير جدا من مواني جمهورية مصر العربية. طبعا تعدية الشوارع بتاعة البحر شارعين كبار جدا، ما ينفعش نعدي الا في وجود اشارة. لكن الجميل بقى في كل منطقة في اسكندرية ان في نفق تحت الارض كده، بنعدي للناحية التانية بكل سهولة، احسن من المخاطرة، لان المخاطرة مش كويسة. وفي برضو اشارات، اشارة كل منطقة كده، كل يعدوا منطقة وبعدين يحطوا اشارة. بس انا بفضل عشان بخاف من شارع